والحق الهجرة العشوائية فيها ايه؟ اسهل طريقة للسفر لامريكا وانت برضه تتفضل. Now to the United States, where Donald Trump has announced that he will freeze migration from what he called third world countries. ان الفيزا الامريكية هي مش مجرد فيزا، ان الناس اللي بتيجي جوه امريكا ما بتمشيش، بتتعالج ببلاش. تاني، بتتعالج ببلاش. اسأل نفسك ان امريكا كلها بلد مهاجرين. الحقيقة ان الناس عايشة هنا احسن بكتير مما انت تتخيل. انا عايز اقول لك ان في ناس هنا بتيجي مخصوص تخلف عشان كل عيل من دول ياخد عليه $500 كل اول شهر. انت بتاخد حرفيا كل حاجه، اكل ببلاش، بتاخد كاش اسيستنت، كل حاجه معموله للبني ادمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع سيدكم واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. النهارده ان شاء الله هتكلم معاك في حاجه مهمه جدا، وهي ان انت هل عمرك سمعت عن حد بيسافر امريكا وبيمشي، او بيقول لك والله انا هاجي اشوف امريكا عامله ازاي واقرر ان هو لا يسيبها ويمشي؟ طيب انا هديك نظره بسيطة النهاردة إن شاء الله على البلد دي، وهفهمك أكتر على قد ما تقدر الحاجات اللي أنت يمكن ما تعرفهاش عن طبيعة الناس إزاي عايشة جوه أمريكا. وبقينا بنسمع حاجات كتيرة جدا غريبة أوي الفترة الأخيرة عن أمريكا وعن تغيرات كتيرة، والناس للأسف مش فاهمة حاجة خالص. ويمكن أنا يا عم واحد ما بفهمش، ولكن اسمع كلامي وقارنه بالواقع اللي بيحصل حواليك. أولا، ناس كتيرة جدا لا تفقه شيء عن للأسف التغيرات اللي إحنا عايشين فيها أو القوانين اللي الناس بتحطها، او حتى مطلع على القوانين. معظم الناس بتعيد وتزيد ورا بعض فقط لا غير. يعني مفيش حد بيتعب في ان هو يلاقي معلومه، وانا هنا مش بتكلم على الاجمالي، انا بتكلم على معظم الناس، عشان برضو انا عارف ان في ناس محترمه وبتتعب في الكونتنت بتاعها. ولكن حاجه زي مثلا الهجره العشوائيه، ناس كتير قوي عماله بتبيع بيع بيع بيع، وللاسف الناس دي معظم تفكيرها فقط لا غير مش في مساعده. فما تديش لحد الفرصه ان هو كل مره يبيع لك نفس البيعه وانت تشتريها. تعالى مش عارف شوف فيه ايه، والحق الهجره العشوائيه فيها ايه، واسهل طريقه للسفر لامريكا وانت برضه تتفرج، اسهل مش عارف ايه وانت برضه تتفرج، الحاجه اللي مش هكلفك ولا مليمه عشان مش عارف ايه. والناس مش مطلعه على اي حاجه، الناس بتعيد ورا بعض الا من رحم ربي طبعا زي ما بقول لكم. ولكن فعلا الفتره الاخيره دي فيها حاجات متغيره كتير جدا، اثبتت لنا ان في ناس كتيره جدا لا تفقه شيء، اثبتت لنا ان احنا بقينا في زمن الرويبده اللي لا يفقهون في شيء بيتكلمون عنه في العاميه، وحاجات كتير جدا. ما هي ناس الا بتدور على شهره وبتدور على ازاي انها تعمل فلوس في اسرع وقت. كلام متغير كتير جدا عن زمان، ويا ريت الواحد يرجع تاني زي زمان، ايام ما كانش في حد بيساعدك خالص بس بتقدر تعرف المعلومه وتساعد نفسك. دلوقتي انت بقيت مشتت في كمية معلومات غلط وكمية معلومات ما هي إلا تخليك تفقد الشغف في حلم انت بتحاول تسعى ليه. واي حاجه بقى اوزن على الكلام اللي بقوله لك ده في كل حاجه. ولكن عشان ما نبعدش عن الموضوع، خليني اقول لك ان في تغيرات كتير جدا بتحصل، فتفهم ان كل اللي بيحصل حواليك ده ما هو الا ان انت تبقى جاهل بما يحدث بما حولك. الكلام كتير فقط للشهرة، فقط للبروباجندا، فقط عشان تتفرج على الناس، فقط عشان يعمل فلوس، فقط وفقط كتير قوي. بص عشان ما اطولش عليك وعشان ما اتكلمش في حاجات كتيره جدا مع بعض فتوه مني، والفكره اللي انا جاي اقولها لك النهارده ما تحسش ان انت عارف تفهمها بسبب ان المواضيع كتير. وانا بصراحه نفسي اتكلم معاك في حاجات كتيره جدا، يعني حاجات كتيره جدا بجد. يعني خلينا نركز النهارده في اللي انا جاي اكلمك فيه. اللي انا جاي اقوله لك دلوقتي ده مش معناه ان انت تجري تقوم رايح لاول واحد قدامك تقول له اعمل لي الفيزا يلا انا عايز اسافر دلوقتي حالا. لا، جاي اقول لك عشان تبقى فاهم ان زي ما في وحش في حاجات حلوه كتير جدا، وفي حاجات لازم تسعى لها عشان تعرف تحققها ان شاء الله، وفي مستقبل ممكن تلحقه وتلحق ما تبقى لك منه ان شاء الله، وفي حاجات كتيره جدا. فانا جاي اقول لك النهارده ما هي الا توعيه، بفتح عينيك على اشياء كتير جدا يمكن ما تكونش واخد بالك منها، ممكن تكون ناسيها، ممكن تكون ناس مدياك عنها فكره خاطئه. فالموضوع بكل بساطه وهو ان الفيزا الامريكيه هي مش مجرد فيزا. اسال نفسك دايما، هتلاقي الناس اللي بتسافر هنا بالفيزا دي ما بتمشيش تاني. اسال نفسك ان امريكا كلها بلد مهاجرين، ولو بنتكلم على نيويورك سيتي فنيويورك سيتي واحده من اكبر الدول الاقتصاديه او السيتيز الاقتصاديه اللي موجوده في العالم كله، اللي بتدير ملايين ومليارات من الدولارات على ايدين مهاجرين. طبعا ده غير العمده المسلم المهاجر من 2018 اللي فات من داني. حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا. اللي يضحك عليك ويقول لك ان البلد دي بلد مش عايزه مهاجرين او بترحل مهاجرين على الايس او ما فيهاش خير او مش هتعرف تعمل فيها واحد اتنين وتلاته، خليني اقول لك ان الكلام ده مش حقيقي. طيب ازاي مش حقيقي؟ الحقيقه ان الناس عايشه هنا احسن بكتير مما انت تتخيل. وبص انا بكلمك في واحد حتى لو لسه جاي، والله العظيم ثلاثه الناس اللي لسه جايه وبتسعى. وانا هنا مش بتكلم على حد مش بيتحرك، مش بيسعى، مش بيدور، مش بيسال، مش بيعافر، مش عايز يعمل حاجه لنفسه، مش عايز يطور من نفسه ولا يستثمر في نفسه. انا هنا بتكلم على الطبيعي والاكثريه من الناس اللي جم هنا وعايشين. فانا غصب عني عرفت حاجات كتير جدا انت صعب تعرفها حتى لو هتقعد هنا سنين، لان انت ممكن تقعد سنين وما تعرفش الحاجات دي، او اللي انا شفته زمان ما يخلكش تسعى في ان انت تعرفه دلوقتي. لان زمان ما كانش في حد يقول لك معلومه، انت كنت لازم تحاول تعرفها بنفسك، وللاسف كنت بتقع في مشاكل. فانت عمرك ما هتقع في المشاكل دي دلوقتي، لان الموضوع دلوقتي للمعرفه بقى اسهل بكتير
بقى في اماكن ممكن تروح تعرفك، بقى في ناس بتعمل كونتنت مفيد ممكن تستفيد منه، وهكذا. الكلام ده زمان ما كانش موجود. فده بيديك الامكانيه في ان انت تعرف تحدد ان الناس اللي جت هنا معظمها ما بتمشيش، ومفيش حد اصلا انت تسمع عنه ان هو جه امريكا ومشي. خصوصا انا بتكلم لو جاي كمان من الدول العربيه، انا بتكلم ان انت مش الناس هنا بس بتيجي من الدول العربيه، هي بتيجي من العالم كله، كل الجنسيات موجوده هنا. فانت مش متخيل لحد دلوقتي ان الناس اللي جايه من الميدل ايست ممكن انها تيجي هنا وتقعد. الموضوع يمكن بالنسبه لك يكون ملعبك شويه، بس كلمه ورد غطاها وخدها مني وما ترجعش وراها، وهو ان الناس اللي بتيجي جوه امريكا ما بتمشيش ولا من الميدل ايست ولا من اي مكان في العالم، لان امريكا مجمعه كل جنسيات العالم فيها. وامريكا هي بلد معتمده على المهاجرين، لان هي بلد مهاجرين، بلد تعتمد على العماله والعمال، هي البلد دي كده. فانت لازم تبقى عامل حسابك ان كل اللي بيجي هنا بيقعد علشان بيلاقي ان في فرص كتير من كل اتجاه. ان انت لو بتشتغل اي نوع شغلانه مش زي اوروبا، هتعرف تعمل منها فلوس، وهتعرف تحوش، وهتعرف تعمل من وراها حاجه، وتبعت فلوس لاهلك، ولو عايز تشتري حاجه تشتريها، ولو بتسعى في انك تحقق احسن حاجه ليك هتعرف. انا هنا بكلمك في اي نوع شغلانه. وبعدين هي امريكا نسبه وتناسب. واحد يقول لك لا والله البلد دي مش رخيصه على السنجل مثلا عشان بيدفع ضرايب كتير. لا، لان السنجل اللي جه هنا يقدر ان هو يقعد في شير بيد في روم عادي، يقدر ان هو ياخد برايفت روم، يقدر ان هو يحدد كميه اكله وشربه، حاجات كتير جدا. فانت لو هتدفع ضرايب كتير مثلا، فانت برضه مقلل من ناحيه تانية. طب واحد يقول لك لا، طب انا جاي معايا عيله، الموضوع هيبقى صعب جدا. هقول لك برضه لا، انت لو جاي معاك عيله يبقى في بنفيتس كتيره جدا بتعود عليك كعيله، بلس انك ما تدفعش ضرايب كتيره، فبتقعد برضه مستريح. انا عايز اقول لك ان في ناس هنا بتيجي مخصوص تخلف عشان كل عيل من دول بياخدوا عليه $500 كل اول شهر. حاجات كتير، انا بكلمك حاجات كتير. لو واحد قاعد هنا قانوني ومعاه السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعه، فهو هيعرف يشتغل وهيعرف ياخد بنفيتس من الدوله تقدر تغطي علاجه. وما تستغربش من كلمه علاجه دي، لان اي حد بيقول لك غير كده بيضحك عليك. الناس اللي هنا عندها لو انكم بتتعالج ببلاش، تاني بتتعالج ببلاش. في ناس هنا بتيجي مخصوص البلد دي عشان تاخد دواء ببلاش. ومش عايز ادخلك في تفاصيل، في ناس بتعمل ورا المواضيع دي فلوس، حاجات كتير جدا انت ما تعرفش عنها حاجه. بس والله كل اللي بقوله لك ده موجود، مش بس دواء وعلاج ببلاش من الدوله، لا، انت بتاخد كاش اسيستنت، بتاخد فلوس، بتاخد ماني، بتاخد فلوس باكت ماني كده بتاخدها، كل واحد على حسب حالته، بس بتاخد فلوس من الدوله. ده غير الفلوس بتاخد فلوس ستامب، بتاخد اي بي تي، كل حاجه. انت بتاخد حرفيا كل حاجه، اكل ببلاش، بتاخد كاش اسيستنت، بتعالج ببلاش، كل حاجه هنا معموله للبني ادمين. بمعنى ليتس سي مثلا انا طفل، والطفل ده في مدرسه، مش المفروض ان انا اخد المترو كل مره وادفع فلوس التذكره بتاعه المترو عشان اروح المدرسه كل يوم الصبح وارجع. فهم فاهمين ده، كل حاجه عاملينها البني ادمين. فالطفل يحق ان هو يطلع المترو كارد يكون ببلاش يستخدمه في المترو والباص، كل حاجه اوزن بقى على كل الكلام ده. فما فيش بني ادم بيجي جوه البلد هنا وبيقرر ان هو يمشي تاني، لعلها ان تكون تذكره. بس بقول لك ده موجود وربنا شاهد عليه، وانا بكلمك اهو في 2025 وبقول لك الكلام ده من 10 سنين. انت مش عارفني بس انا عارفك وعارف بتفكر ازاي. واول ما جيت وفهمت البلد دي قلت لكم على طول. ومعظم الناس اللي هنا، معظم الناس اللي هنا هي اللي كانت بتقرر انها تمشي رغم ان بلادها كانت كويسه في الفتره دي. فمش الناس اللي كانت بتمشي كانت هي احسن ناس للاسف. فعشان كده انت ما عرفتش عن الرزق وعن الحاجات الكويسه اللي موجوده جوه البلد هنا. انا هنا مش بكلمك على عيوب الغربه، عشان يمكن انت بتسال نفسك طب ايه العيوب، ممكن اجي لك فيديو تاني اقول لك العيوب هو ايه، ولكن انا النهارده بقول لك على الفوائد اللي هتعود عليك من ورا الموضوع ده. فنصيحه مني، ما تسمعش ناس كتيره لان كله بيحاول يبيع لك. النصيحه التانيه مني، لازم تبقى عندك مخ وتوزن كلامك وتعرف انت بتسمع مين وطبيعه حياته عامله ازاي. فامريكا مش مجرد فيزا هتاخدها من القنصل وتعدي تخش بيها البلد وتتفسح. الفيزا الامريكيه هو طريق لبداية حياة جديدة تسعى فيها بكل ما تحمله الكلمة من معنى في الإلحاق بما يتبقى لك من مستقبل مشرق إن شاء الله من كل نواحي، دراسة واجتماعيا وماديا وكل حاجة، كل حاجة. ولكن هحط حاجة تحتها 100 خط، إنك أنت لازم تأتي بقلب سليم. لأن أنت لو قلبك مش سليم ودينك والتراديشنال بتاعتك مش موجودة، أنت هتضيع وهتتوه وعمرك ما هتنجح للأسف. دايما بقول لكم إن الفشل خبط على الباب، نجاح بتسعى له. فانا ان شاء الله باذن الله هكلمك على الفيديو التاني يعني ما هو الغير مستفاد من الغربه، وايه هي الحاجات اللي هتعود عليك بمشاكل جوه الغربه، والحاجات اللي تتجنبها، والحاجات الوحشه عامه في العموم في الغربه وسيئه جدا، عشان برضه تاخد بالك منها ان شاء الله لو باذن الله نويت تيجي. بس يا سيدي، ده كان الفيديو بتاع النهارده. انا عارف ان بقالي فتره ما نزلش فيديوهات من النوع ده، وعارف انها مهمه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله هنزل فيديوهات كتيره باذن الله الفتره الجايه بالطريقه دي. وكمان حابب اقول لك ان انت لو حابب ان انت تسافر ان شاء الله، ممكن تبعت ايميل للايميل اللي هسيبه لك تحت ده info@arafest.com، وده الموبايل ابلكيشن اللي بيسهل لاي حد السفر من اي مكان في العالم كله الى داخل امريكا.
وبلس ان انت لما تيجي مش بيسيبك، مش مجرد فيزا ويلا هنسيبك، لا، لما بتيجي يقول لك السكن والشغل والبنفيتس وكل حاجه ممكن تكون انت محتاجها عشان تعرف تستقر وتبدا حياه محترمه قويه جميله جديده ان شاء الله، من غير ما تقابل اي مشاكل او اي سكامز او حد يضحك عليك او حد ينصب عليك وكل الكلام ده يعني. طبعا انا بكلمك في الكلام ده مش بس الناس اللي بره، الناس اللي جوه لو حابه انها تتعامل مع الابلكيشن جرب وشوف ان شاء الله باذن الله عمرك ما هتندم، لان كل حاجه تقريبا فور فري، فيعني ان شاء الله خير باذن الله. انا هنا بتكلم على الخدمات اللي جوه، لكن طبعا لو في حد هيساعدك انك تيجي جوه البلد اكيد الخدمه تبقى مدفوعه، ولكن هو انا اعرف ناس شخصيا كتير، وانا شخصيا واحد من جزء هذه المؤسسه، فان شاء الله باذن الله نسعى في كل ما هو خير لك باذن الله. وبس يا سيدي، وده كان فيديو النهارده. لو استفدت يا ريت تفيد غيرك بشير ان شاء الله، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت على يوتيوب عشان يوصل لناس اكتر باذن الله. وما اعرفش ايه هو الاكسبلور، بس لو انت عارف اعمله. والله ده بجد، ما تنساش تتابعني على السوشيال ميديا بتاعت البلاتفورمز اللي هي اللي بالطول، زي الانستجرام، تيك توك والحاجات دي يعني، فيسبوك برضو اعتقد. بس يا سيدي اشوفك على خير باذن الله في فيديو جديد، ويا رب اكون كنت خفيف عليك النهارده ان شاء الله، يا رب تكون استفدت، وباذن الله الى حتى ان نلتقي واستنى في فيديو قويه جدا. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان انت اول المستفيدين باذن الله من الفيديوهات اللي نازله ان شاء الله جديده، لو اذا كنت عايش في امريكا او بتقرر انك تيجي ان شاء الله. اشوفك على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.